القصة دي حقيقية وبعتتها لنا صديقة القناة نادية. طلبت مننا نحكيها زي ما هي لأنها مش قادرة تحكيها لحد من حواليها، واللي هتسمعوه دلوقتي مش للقلوب الضعيفة. أنا نادية وعشت في قرية صغيرة في محافظة المنيا قبل ما هاجر لأمريكا. كل حاجة كانت عادية في حياتي لحد الليلة دي. كنت راجعة من عند بنت خالتي والدنيا كانت دخلت على عتمة، مفيش أنوار في الشارع بس الطريق معروف ومشيت فيه 1000 مرة. وأنا ماشية سمعت صوت ناعم جداً كأنه واحدة ست بتهمس باسمي من بعيد، نادية. وقفت وبصيت حواليا، مفيش أي حد. كملت مشي بس الصوت اتكرر أقرب المرة دي والهمسة بقت أغرب، نادية تعالي. كان جاي من ناحية الغيط وكنت فعلا هتجه ناحيته، بس حسيت فجأة إن في حاجة ماسكة رجلي. اتجمدت مكاني والجو بقى بارد بشكل غريب. بصيت ورايا مفيش أي حد. رجعت البيت وأنا مرعوبة، ومن اليوم ده وأنا بيجيلي